مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. بإذن الله الفيديو ده هنتكلم فيه عن مرض جديد من الأمراض اللي بتصيب الحمام أو بتصيب الطيور بشكل عام، سواء دواجن، حمام بقى، بط، فراخ. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، ده مرض من أحد الأمراض اللي بتصيب الطيور، بالذات في حوالة التغذية ما بتكونش كويسة. أما بيكون في عندك الطيور مش المناعة بتاعتها مش كويسة، الظروف الجوية ما كانتش كويسة في المكان اللي انت فيه. جبت مثلا طيور من بره، او بيجيلك مثلا طيور مهاجرة زي العصافير مثلا، او مثلا جبت مثلا عريجة مثلا ملوثة، او جبت طيور مصابة بالمرض، بيجيلك المرض ده. بيكون الطير ده مثلا بيبقى يكون حامل للمرض بيصيب الطيور. مرض الكويرزا ده يا جماعة أحد أمراض الجهاز التنفسي اللي بيصيب الطيور عامة، وبيتميز بسرعة الانتشار وقصر فترة الحضانة بتاعته، بتكون حوالي 24 ساعة ل 72 ساعة. فترة الحضانة بتاعته بتكون قصيرة جدا، وبيتميز اللي هو بيكون شرس، أو هو مثلا لو جه لطير أو دخل طير مثلا تعبان، بيجي لمجموعة الطيور الباقية. دي المشكلة بتاعته. الأعراض بتاعته بيكون فيها أعراض تنفسية، وبيكون إفرازات من الأنف. وزي ما انتم شايفين كده قدامكم برضو بيكون فيه إفرازات وتجبنات بتكون موجودة في العين. المشكلة بتاعته، المشكلة الكبيرة اللي هو بعد كده أما بيصيب الطيور، الطيور نفسها ما بتعرفش تاكل ولا تشرب بسبب العمى. مثلا زي ما انتم شايفين كده قدامكم الإفرازات دي بتسد العين، والطير بعد كده بتتدهور الحالة بتاعته، سواء كان بيبيض مثلا، او هو صغير في العمر ممكن يموت بسبب المرض ده. المرض ده يا جماعة بيكون الإصابة بتاعته بتكون سريعة، بيكون عن طريق بكتيريا، أو عن طريق مثلا عصافير أو دواجن مثلا حاملة للمرض ده. بيكون عن طريق مصادر المياه الملوثة، عن طريق الهواء، عن طريق الغذاء. زي مثلا أنواع العليقة مثلا بتكون مصابة بالأمراض، أو بيكون فيه بعض مكوناتها بتكون حاملة للمرض ده. لازم نهتم يا جماعة بالأماكن بتاعتنا أماكن الإيواء، بالذات الأماكن اللي إحنا بنربي فيها الطيور ديت بتكون بالنظافة وبالتعقيم. يعني بقدر الإمكان. بعض مثلا زي في فصل الشتاء مثلا، الفصول دي بالذات لازم مثلا نحط مضادات حيوية، ولازم دوت نعتمد أكتر، واللي إحنا نحسن من صحة القطيع بتاعنا عشان نقيم الأمراض دي. ونحاول ان احنا ما ندخلش انواع طيور تانية جديدة عندي مثلا، او انا هنشتري مثلا طير، او انا مثلا عايز ادخل مثلا سلالات جديدة في المكان بتاعي. نحاول بقدر الامكان اللي انا نعزل الحيوانات دي او الطيور ديت بعيد، عشان ما ننجلش اصابة او ما ننجلش العدوى للطيور بتاعتي. ال- احنا يا جماعة زي احنا بنقول، احنا عشان نتفادى المرض ده، او احنا نقدر نتغلب عليه، ان احنا لازم نطهر بكافة الطرق. لازم نطهر، لازم نحط مضادات حيوية، لازم نحط مضادات أكسدة، لازم نعمل احترازات ضرورية جامد يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، دي زغاليل حمام مصابة بالمرض ده. وزي ما انتم شايفين كده قدامكم، هو العمر صغير، العمر بتاعها صغير مش عمر كبير. بيصيب العين بالذات، حتى نفسه الزغلول ما بيكبرش بعد كده. المشكله اللي هو الزغلول ما بيكبرش وحالته تتدهور. انا بقدر الامكان ان انا بتخلص من الزغاليل ديت اما بتكبر، او هي مثلا لو هتنباع بناخدها وبنبيعها عشان نتخلص منها، عشان الانتشار بتاعه في المكان بتاعي اللي انا بنربي فيه. بالاضافه اللي انا بنطهر المكان وبننظف. ولو عندي امهات كبيره، او عندي زي يعني عندي حمام كبير، انا بنحاول بكافه الطرق ان انا نحط علاجات رفع مناعه، مثلا فيتامينات، املاح معدنيه زي الف د 3 هي ده فيتامينات املاح معدنيه. كل الكلام ده بنلاقيه في اي صيدليه بيطريه، اللي احنا بنحاول بكافه الطرق اللي انا نحط ان انا نظبط المناعه عندي في القطيع، عشان لا قدر الله بسبب ظروف مناخيه ايا يكون السبب، ان انا يكون عندي صحه القطيع تكون كويسه، عشان نقدر نتغلب على المرض ده بكافه الامكانيات. احنا بنحاول مع بكافه الطرق اللي احنا مثلا لو انت عندك اي اصابه بنحاول نعزلها على جنب، وبنحاول ان احنا نجيب علاجات مناسبه للمرض بتاعنا، وبنحاول ان احنا نشوف صحه القطيع بتاعنا تكون كويسه. احنا عندنا زي ايه بالظبط؟ عندنا مثلا ممكن نحط سلفا، كلور، تتراسايكلين، بالاضافه لمجموعه حاجات تانية كتير. برضو انت لو رحت في اي صيدليه بيطريه
هيرشح لك علاجات كتير جدا للمرض ده بالذات. وكمان بعض النصايح مثلا للشباب مثلا المبتدئين في تربية الطيور أو تربية الحمام أو تربية أي نوع من الطيور. يا جماعة بنحاول بكافة الطرق اللي احنا نشتري الطيور بتاعتنا او بنشتري القطيع بتاعنا او الحمام او ايا يكون اللي احنا هنشتريه، لازم نشتريه من مصادر موثوقه، ولازم يكون عندنا مثلا يكون عندنا خبره ما او يكون معانا شخص ذو مصداقيه، عشان انا ما نشتريش حاجه تكون مصابه بالمرض ده ونخسر فيها خساره كبيره. لازم بكافه الطرق لازم نشتري من مصدر موثوق، ولازم نشتري في ظروف يعني في ظروف مناسبه، بحيث ان انا اتلافى مصادر الخساره، عشان انا ما نجيبش قطيع تعبان او نجيب مثلا حمام تعبان وبعد كده نروح ندفع تمن علاج وغيره وغيره وغيره، والله اعلم كمان هيعيش هينفع او مش هينفع. زي ما انتم شايفين كده قدامكم يا جماعه، زي ما انتم شايفين قدامكم كده، دي اعراض المرض اللي اصابه الحمام عندي الزغاليل بالذات. يعني يمكن اكتر حاجه عندي في المكان اللي انا مربي فيه الزغاليل. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، معايا عين مصابه وعين التانيه سليمه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت لو عندك اي سؤال او عندك اضافه يا ريت تكتبها تحت الفيديو في التعليقات، ويا ريت تشترك في القناه. باذن الله هنعمل فيديوهات تانية كتير برضو تهم الناس كتير وتهم الناس في المجال ده او بعيدا عن المجال. اتمنى باذن الله الفيديو يعجبكم، ما تنساش تسيب لنا تعليق، ونشوفكم على خير باذن الله.